لما الحكم وليد عبد الرازق كان متحيز للزمالك في ماتش بروكسي، واتحاد الكرة او لجنة الحكام عاقبته بشهر. طبعا اثر الكلام ده على سمعة اتحاد الكرة او سمعة ادارة الحكام، لجنة الحكام. وبعدين جه ماتش حطوا فيه الحكم اسمه محمد عادل، اللي هو الزمالك والاسماعيلي. فطبعا يعني واضح كده ان هم عايزين يحسنوا صورة التحكيم في ماتشات الزمالك، فعكسوها. قال لك يعني ده الاولاني بيحابي للزمالك، اعكس، خلي التاني يحابي ضد الزمالك، يحابي الاسماعيلي، وما يحتسبش فاول يتسبب في جون، وبالتالي يتسبب في هزيمة الزمالك، كإصلاح لصورة لجنة الحكام بس.